مثلا المغاربة قدروا أنهم يوصلوا اللباس تاعهم للعالمية، القفطان اللي هو معروف. هذا واش قلت. بصح مع التفتح هذا وكلش على الحضارات وعلى برا ومع الانترنت وكلش، ولينا ساعات تحس انه مثلا العبايه والجلابه المغربيه دخلت وغزات السوق عندنا ولات الناس تلبسها. لو كان نشوفوا القفطان المغربي وصل للعالمية، عاد فيه مهرجان عالمي للقفطان المغربي. اللباس التقليدي ديالهم اللي هو القفطان نشوفوه انه غزا يعني لو موند عرب، وحتى يعني في لو موند يعني الغربي. انت تلاحظ ان النواب في المغرب عندهم البرنوس المعروف، وتاثرت هويتنا كثيرا. انه مثلا اشقائنا المغاربه قدروا يوصلوا خرجوا حتى للمشرق العربي اللباس نتاعهم. القفطان مثلا القفطان هو وهذا هو الشيء اللي خلاني نغير انايا بين قوسين، الشيء اللي خلاني نغير وسون كونتي ما ننساوش باللي راهو ولا انترناسيونال، حتى لي ستار تاع هوليود عادوا يلبسوا القفطان، باللي هذيك لاتوني ولات انترناسيونال. هذا الشيء انا بدات من هذا الشيء بدات النقطه ديالي وبدات الغيره ديالي. الشعور بالدونية أنجبت مركب نقص لدى الجزائريين. كل بلد عندها لباسه الرسمي في 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 في, في مناسبات الأعياد الدينية خصوصا. إلا نحن حنا تلقيه مثلا في الشوارع تبي الناس واحد لابس سعودي، واحد لابس إماراتي، واحد لابس مغربي، واحد لابس تونسي، واحد لابس صحراوي، ما عندناش لباس. عبالك باللي نغير انا نغير كي نروحوا لباريس، درنا حفلات في الزينيت انا والسيده، نغير كي يطلع ماروكان بسموكينغ ماروكان، وانا نطلع بالكرافات بابيون ولا فرونسيز. تغيدني نقول احنا ما عندناش لا تراديسيون. كما وصل القفطان، نحضر القفطان المغربي أصبح لديه بعد عالمي. ما الذي ينقصنا حتى احنا كذلك نروج لملابسنا التقليدية؟ سيدي الكريم، يعني علاش حنا فنانات المشهورات نشوفوهم يلبسوا القفطان المغربي، علاه ما نشوفوهمش يلبسوا القبيلي تاعنا ولا القسنطيني ولا حتى الكراكو الدزيري؟ علاش علاه المصممين الازياء الدزيريين تاعنا ما يخدموش خدمتهم، ولا لانه ربما القفطان المغربي غلب؟ طبيعي جدا انك تلبس اللبسه تاع الغالب، لانه ماشي انت تصنعها، صافي الرمزيه القيمه ماشي انت تصنعها، المعنى ماشي انت تصنعه. بالنسبه للمغرب نشوف عندنا القفطان او التكشيطه. القفطان هو حته واحده بس التكشيطه حتتين. لا ما مش موجود عندنا في الجزائر. حتى في الاجزاء الامازيغيه برضه ما فيش. لا ممكن المراه الجزائريه بتاخذ تلبس الزي المغربي، بس مش تبعنا يعني، مش من تقاليدنا. انت مجتمع مستهلك لثقافه الاخرين، انت مجتمع مستهلك لثقافه الاخرين. انه الجزائري موش يعبر على الهويه الام على اساس شنو؟ انه ما عندوش انجازات يفتخر بها، والا اذا جا شيء خارجي، كي يجي شيء خارجي ياثر فيه، هذاك الوقت راح يقول انا جزائري. هذا الثمن يولي الجزائري يحوس على هويات فرعيه يتفاوض بها. نستنى شويه على الهويه تاعنا. حنا عادوا يميلوا بزاف للقفطان المروكي ويخليوا لاغتني تراديسيونيل ديالنا. يقول لك انا يا جو سون اليز بالقفطان، نو راح نكونوا اليز كامل فيه. ما نساوش قفطان راهو متروج وعاد عالميا، وما نساوش بلي راهو بيان ومخدوم بيان وكل شيء، مي قفطان يبقى قفطان مغربي. ونحنا نحبوا العروسه هذيك تفتخر بلا توني تراديسيونيل الجيريان، كي تعود لابسه تلبسها كيما يقولوا ترفع راسها في السماء، ماشي تلبسها وهي لابسه في قلبها. سي بوكسا هذا هنا يجري يحشم بها. لابد ان ندرك ان هويتنا مهدده بالتفكك. Très bien. Je suis trop. Mais les autres régions, par exemple, jamais لبستي قندوره هكا عنابي. ماذا عباك شحال كنت نحب القفاطن. بصح ما باليش سي ماروكان. سي ماروكان. J'adore ça, je l'ai mis aujourd'hui. حنا عندنا خاوتنا المغاربه يديروا لو موا دو كافتون، حنا ديك ماذا بينا نديروا لو موا دو كافتون. كيفاش نقدروا نروجوا لللباس التقليدي تاعنا ربما حتى يلحق للعالميه؟ باش نروج. شوفي كيما راهم جيراننا لي ماروكان، يعني نشوفوا انا نروجوا لللباس تاعهم المغربي، نحترمهم ايتو. عندهم لو فيستيفال دو كافتون، دونك هذاك كاع يلبسوا هذاك النهار لي كافتون. حنا ماذا بيا يكون عندنا تاع الفيستيفال تاع الكراك. بون حنا ما الشباب يعني عندهم ميول كبير للباس المغربي، واللي حوالي يعني 75% ولا 80% من الشباب يحب اللباس هذا يعني بصفه عامه، يعني الجبادور والجلابه المغربيه. يعني هو الاقبال على اللباس المغربي راه هو الاول. خادمينه في المغرب بالسقل اللي حر، والقماش تاعو يعني جد رفيع.
كما هذا صالة قفطان، هذا معروف في القفطان المغربي، هذا أدق التفاصيل كذلك باليد. عندك هنايا الجلابة، هذه الجلابة في المغربي. عندنا تانيك هذه القندورة قفطان المغربية. حتى الرزة المروكية عندنا هنايا. أنا نبيعو جلابة من 86 من نهار اللي حلت المغرب رانا نخدم معاهم. احنا تسكن بلي حنا هذه الجلابة هذه مغربية، حنا رانا في الغرب. كاين بدعية في المغرب تلبس بدعية تلبس لي في الدار سبور مراكشية. الجلابة دوك حنا معاها تبعتها البلغة، وبالبلغة زادوا لها بوشيت، بلغة معاها بوشيت، البلغة وبوشيت تجي اسورتي معاها. الجلابة تلبس مع البلغة، ما تلبسها مع الصباط. فهمتي البلغة ما يجيش معها هذا، تخرج معها اسورتي تجيها خفيفة في اليد وتولي تمشي بالغلط. خرجت من جلابه تجي طويله تجي عريضه كما يديروا كما خرجت في الاصل في المغرب. من الباهي ظهران أصبح الزي التقليدي الجلابة المغربية هو المفضل لدى النساء البهرانيات في كل الأوقات، كما أخذت ميزة الزي المغربي وبعضا من عاداته نظرا لقرب المسافة بينها وبين الجزائر، حيث أصبحت تدخل الجزائر عبر الحدود بكثرة. خويا راك عارف لا فرونتيير مغنيه لا وجده، مغنيه وجده طربوش هذا مغربي، مغنيه وجده طربوش هذا مغربي. نبيعوا القطاطن ونكريو كذلك نجيبوهم من المروك لاقتناء العباءة أو القندورة بدل الملابس العادية التي ألف الشباب ارتداءها. القندورة أو العباءة المراكشية تتراوح أسعارها ما بين 3830 ألف دينار جزائري في أغلب المحلات، وتلقى رواجا كبيرا بين فئات الشباب. والإقبال على اللباس المغربي راه هو الأول. الشباب يعني عندهم ميول كبير للباس المغربي، حوالي يعني 75% ولا 80% من الشباب يحب اللباس هذا يعني. بصح مع التفتح هذا وكلش على الحضارات وعلى برا ومع الانترنت وكلش ولينا ساعات تحس انه مثلا العبايه والجلابه المغربيه دخلت وغزات السوق عندنا ولات الناس تلبسها. Caftan que vous avez mis quand vous étiez aux côtés de Walid Boumedi Allah yarhamou, qu'il vous a été offert par Hassan II à votre mariage. Bon, Hassan II m'a offert 2 caftans en bon. Hassan II m'a offert 2 caftans. الفستان الجميل اللي انت لابساه النهارده ده انا شادد ولافت نظري جدا. ده ايه الاول، ده مغربي ولا؟ ده مغربي وهديه بالصراحه، يعني مدام ليله الصراحه هديه من محمد السادس ملك المغرب. الله بعت لي كتير. ما شاء الله جميل ولونه حلو وذوق حلو ومنورك في سهرتنا الليله شويه. حلو. ثلاث آلاف سنة استعمار وعندنا 50 سنة برك استقلال. ما كانش واحد جزائري اللي يحكم الجزائر. من القرن الخامس عشر للقرن التاسع عشر كانوا الأتراك يحكموا فينا حتى جاءوا فرنسا. كي نقول لك الجزائريين من كان يعيش في الجزائر، الأتراك بعدهم الكراغلة، العهد الداي حسين وكل شيء هما أتراك. تاريخ حقائق ووثائق. أي هوية لأي مجتمع مرتبطة بمعالمه، لأن كل ما تشوفيه هنا في الجزائر كسيراميك معناها الفسيفساء ماهوش صنع الجزائر. هذا التمني والجزائر يحوس على هوية فرعية يتفاوض بها. احنا بنينا بناو حاجة الجزائريين بيديهم ونشوفوها اليوم ما كان والو، ما كانش آثار من صنع يدينا. الشعور بالدونية مركب نقص لدى الجزائريين.